السلام عليكم يا إخوان. اليوم بفرجيكم سر خطير وأداة روسية أقوى من القنبلة النووية. تخيلوا إنها تقدر تخترق هاتفك في 5 دقايق بس وبدون أي تكلفة. مجرد رابط واحد ممكن يخرب عليك حياتك بالكامل. بنجربها مع بعض في الفيديو وبتتعلمون كيف تحمون نفسكم وعائلاتكم من هالتهديد. تابعوا الفيديو للآخر لأن الموضوع أخطر مما تتصورون، والحل بسيط وسهل إذا عرفتوا شو تسوون. هذه يا جماعة مواقع روسية يستخدمونها في الحرب، مثل الحرب مع أوكرانيا، وفيها يقدمون $1000 لكل شخص يساعدهم في اختراق الأجهزة. الآن بفتح حسابي على الموقع وبشوف الأجهزة اللي قمت باختراقها، وطريقة الاختراق جدا بسيطة. خلوني أوريكم خطوة بخطوة كيف الموضوع شغال. الموقع هذا فيه طريقتين للاختراق. الأولى إنك تخترق الجهاز بالكامل بكل بياناته، والثانية إنك تعرف مكان الشخص من رقم تليفونه بس وتتابع كل تحركاته. الحين بنشوف كيف هالشي بيصير. بتدخل أي رابط هني والموقع بيعطيك رابط مشابه تماما له ترسله للشخص اللي تبي تخترقه، وإذا بيفتح الرابط خلاص بيكون جهازه عندك بكل بياناته. والله لو شفتوا كيف الموضوع بسيط ما بتصدقون. الحين بجرب على تليفوني وبرسل لنفسي الرابط اللي قلت لكم عنه، وهذا بس للتوضيح وما هو بدافع اختراق أي حد، وأرجو يكون هذا الفيديو لحمايتك وليس لاستخدامك الشخصي. الحين بروح تليفوني وأشوف الرابط اللي انرسل لي وبدخل عليه. مثل ما تشوفون الرابط يفتح كأنه شيء طبيعي، ممكن يكون خبر، فرصة عمل، أو أي شيء ثاني، والشخص ما بيحس بأي شيء عن أنه مخترق. الحين بنتظر حتى يتم الاختراق ويظهر الهاتف عندي بالحساب، وهذا ما بيصير في أكثر من دقيقة حتى بشوفه وأقدر أتحكم فيه. الحين خلوني أقولكم شو اللي يصير في أوكرانيا، وكيف الروسيين يدفعون لك $1000 إذا تساعدهم باختراق الأجهزة الأوكرانية. الموقع يعطيك مكافأة إذا مسحت أجهزة 10 أوكرانيين، بس تمسحها. شوف الذكاء في الحرب، كيف أي شيء صار يعتبر سلاح فتاك. كنت أباي أوريكم كيف تستلم الفلوس، بس عندي جهازين لازم أخلصهم. على فكرة هم أرسلوا لي المكافأة 4 مرات من قبل. الحين وين كنا؟ خلونا نشوف إذا الجهاز وصل بالحساب وندخل عليه. مثل ما تشوفون الجهاز وصل، والحين أقدر أدخل عليه وأشوف كل بياناته وأسراره. هذا تليفوني القديم، مو بجهاز أي شخص ثاني، وأنا ما أستخدم الموقع لأي أمور شخصية، وأرجو أنك تسوي نفس الشيء بعد. الحين خلونا ندخل على التليفون ونشوف كم كمية البيانات اللي ممكن المخترق يحصل عليها إذا وصل لهالنقطة. المخترق يقدر يشوف كل بياناتك مثل رقم هاتفك وحساباتك اللي بالجهاز، وكمان بيوصل لموقعك الدقيق على الخريطة، زي ما يقدر يجيب موقع بيتك بالضبط. وهاي طبعا مو كل شيء، هذه مو المصيبة الكبيرة. الحين المخترق يقدر يفعل أو يلغي أي شيء على هاتفك مثل الإشعارات، ويفعل تسجيل المكالمات، وكمان يخرب عليك الهاتف تماما. مفكر إن هذا كل شيء؟ خليني أقول لك لا، المخترق يقدر يوصل لكل صورك وفيديوهاتك وكل شيء على هاتفك زي ما أنتم شايفين. وهذا الموضوع يخليك تاخد بالك من كل خطوة وكل رابط تضغط عليه، لأن الموضوع سهل ومن غير أي مجهود بتنفضح كل أسرارك. مو بس كذا، بيقدر يوصل لرسائلك وإيميلاتك وملفاتك وسجل مكالماتك وجهات اتصالك، محادثاتك ومكالماتك المسجلة، وأشياء ثانية كثيرة بقولكم عنها. خليني بالأول أروح أترجم الصفحة للعربية عشان نفهم كل شيء. وها بعد بيقدر يثبت أو يحذف التطبيقات من جهازك، ويفتح أي تطبيق مهما كان فيه حماية، وبيقدر يعرف الحسابات عليه ويحفظها عنده، يعني ما راح يختفي عنه شيء. وحتى بيقدر يفتح الميكروفون والكاميرا بدون ما تعرف. يقدر يرسل رسائل أو مكالمات من جهازك ويتحكم فيه. وبعد كل هالشيء بيقدر يمسح جهازك كله بضغط زر. يعني هذه التقنية أقوى من القنبلة النووية، لأنها تدمر حياتك بسهولة. لذا لا تدخلون على أي موقع غير موثوق أو روابط من ناس مو معروفين، مثل روابط فرص العمل أو أي شيء مشابه، لأن الموقع هذا سهل الوصول له، وأي شخص عنده إنترنت يقدر يدخل عليه ويخرب حياتك حتى لو كان ما يعرف شيء عن الموضوع. احمي نفسك ولا تعطي الفرصة لأي شخص أن يعرف أسرارك أو مكانك. والسلام عليكم.